مدينة فاروق الطبية عناية طبية متميزة. نرحب بكم في مدينة فاروق الطبية من قسم العلاج الطبيعي والتأهيل. أنا الأخصائي المعالج الطبيعي خالد جميل إبراهيم. أنا من الأردن، خريج جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، حاصل على 13 دورة في مجال عملي العلاج الطبيعي والتأهيل، ولدي 8 سنوات خبرة في مجال عملي العلاج الطبيعي والتأهيل. أود أن أقدم لكم المزايا التي يقدمها قسم العلاج الطبيعي والتأهيل في مدينة الفاروق الطبية، وكما أقدم لكم تعريف بسيط عن العلاج الطبيعي. أولا، يتميز قسم العلاج الطبيعي في مدينة فاروق الطبية بمستوى الجودة العالية الذي يقدمه أفضل الأخصائيين العلاج الطبيعي في التقييم الحركي والتأهيل، وهو يعد منافس من جميع أقسام العلاج الطبيعي في دولة العراق والمنطقة، ويتميز بتقديم خدماته لكافة الفئات العمرية، الكبار والأطفال. وكما يتميز بوجود أحدث الأجهزة التي توجد بشكل حصري ولأول مرة في دولة العراق هنا في مدينة فاروق الطبية. وكما أخذنا على عاتقنا بتوفير أفضل الطرق العلاجية وأفضل التقنيات وأكثرها فاعلية وفي مجال التأهيل وتقديمها لعملائنا الكرام. تعريف العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي هو مهنة طبية وأحد فروع مهنة الطب التي تقدم الخدمات للأفراد من أجل التطوير والمحافظة على وإعادة الحركة إلى الحد الأقصى وإعادة القدرة الوظيفية في جميع مراحل الحياة. وكما يعرف العلاج الطبيعي هو أحد التخصصات التشخيص المبكر وفي علاج المرض والعجز في السبل الطبيعية، ولا يوجد أي آثار جانبية لها. أقسام العلاج الطبيعي. ينقسم العلاج الطبيعي إلى 3 أقسام: العلاج الكهربائي والعلاج المائي والعلاج اليدوي. نبتدأ في العلاج الكهربائي، ويندرج تقريبا معظم أجهزة العلاج الكهربائي، وهي تنقسم إلى السوبرفيشال هيت، هي الحرارة السطحية، وهي 3 أنواع: الكمادات الساخنة والأشعة الحمراء والواكس الطبي، وهي تعطي الحرارة لطبقات الجلد العلوية. أما لدينا قسم آخر من الحرارة وهي الدياثيرميا أو الديب هيت أو الحرارة العميقة، وهي تعطي الحرارة إلى أعمق من سابقتها، وهي تعطي إلى الحرارة لطبقات العضلات والعظام، وهي لدينا أنواع منها اللي هي شورت ويف والمايكروويف والألتراساوند. وكما لدينا نوع آخر من الأجهزة الكهربائية ألا وهي البين مانجمنت، علاج الآلام، ألا وهي نيورو ماسكولار إلكتريكال نيرف ستيميوليشن وبالإضافة إلى TNS اللي هو ترانسكوتينوس نيرف ستيميوليشن وانترفرنشال كارنت. وكما لدينا الكريوثيرابي ألا وهي الكمادات الباردة التي تساعد فيما بعد الإصابات أو خلال 72 ساعة. وكما لدينا جهاز وهو يعد من الأحدث الأجهزة في دولة العراق والدول المجاورة، ويعد من الأجهزة الحديثة المستخدم في العلاج الطبيعي، وهو جهاز الموجات التصادمية الذي يعالج الحالات التكلسات وحالات الآلام، ومن بعضها والتي لدينا مرضى الكثير يشكو من هذه الآلام ألا وهي آلام مسامير اللحم سبير هيل، عند الآلام التي ترافق مفصل المرفق، الآلام التنس إلبو، وهو جهاز يساعد كثيرا في علاج هذه الحالات أو الحالات الآلام التي تصاحب أخمص القدم البلانتر فيشياتس. وكما لدينا جهاز آخر حديث ويعد من الأجهزة المتطورة في علاج حالات العظام وبالأخص هشاشة العظام والشقيقة، وهو الماغنتيك فيلد ثيرابي. ننتقل إلى القسم الآخر وألا وهو العلاج المائي الهيدروثيرابي. لدينا وير بول باث ثيرابي، وهو يستخدم في الحالات التأهيل ما بعد الإصابات الأطراف العلوية والسفلية، وهو يستخدم خاصية الطفو وتخفيف الضغط على المفاصل، وهو عمل التمارين داخل الماء. القسم الآخر من أقسام العلاج الطبيعي
الطبيعي، وهو المانيوال ثيرابي أو الثيرابيوتيك اكسرسايز، العلاجات اليدوية. وهو لدينا مجموعة من الأجهزة التي تندرج تحت هذا البند، وهو يساعد في تأهيل المرضى ما بعد الإصابات والتقوية. لدينا تعريف فقط بالمانيوال ثيرابي، العلاجات اليدوية هي حركات علمية مبنية على أساس علمي، وتوصف من قبل أخصائي العلاج الطبيعي بهدف تحقيق أو تحفيز أو استعادة الجزء المصاب، أو استعادة الوظائف الطبيعية للجزء المصاب. وفي الغالب يتم تحديد نوع وطريقة العلاج حسب حالة المريض واحتياجاته وحسب التشخيص الطبي. ومن هذه التمارين العلاجية التي نستخدمها هي الرينج اوف موشن، التمارين التي تساعد في إعادة الحركة، تمارين التقوية strengthening exercise، والتمارين الفلكسبيليتي أو الستريتشنج exercise اللي هي تمارين الإطالة. ولدينا تمارين الكارديوفاسكولار انديورنس exercise اللي هي التمارين الهوائية. وكما لدينا التمارين البالانس اند الكوردينيشن exercise. ومن هذه الأجهزة التي تستخدم في قسم المانيوال ثيرابي أو العلاج اليدوي، لدينا السيرفايكال تراكشن اللي هو واللمبر تراكشن، ألا وهو الأجهزة المستخدم في مشاكل العمود الفقري والانزلاق الغضروفي. وكما لدينا جهاز آخر اسمه التلتينج تيبل، وهو يساعد في جميع حالات الشلل بجميع أنواعها، ويساعد في حالات الجلطات الدماغية، وهو يساعد المرضى في تجنب حدوث لهم هشاشة العظام الناتج من القعدة الطويلة أو النوم الطويل في السرير. وكما لدينا أجهزة متعددة في التأهيل الإصابات الرياضية أو ما بعد ترميم الأربطة والمفاصل، وهي البايسيكل اللي هي المستخدم في هذه العلاجات، والتريدميل. ولدينا الكوادرسيبس اكسرسايز، ألا وهي جهاز يساعد على تقوية العضلة الرباعية. وكما لدينا جهاز الذي يعيد حركة المفاصل ما بعد العمليات الجراحية، ألا وهو الكونتينيوس باسيف رينج اوف موشن، ما يسمى CPM متعارف عليه. وكما لدينا أجهزة متطورة في تحسين البالانس اكسرسايز اللي هو التوازن، أو الأجهزة التي تساعد على التحفيز الحركي والحسي، في الجهاز الحركي والحسي للجسم، وتحسين التوازن. مدينة فاروق الطبية، عناية طبية متميزة.